يبدأ فيلمنا في فلسطين وقت النكبة، وبيكون الشعب الفلسطيني بيتهجر من أرضه، وبنرجع للحاضر وبتظهر سوريا اللي بترجع لفلسطين بلدها الأصلي بعد ما اتولدت وعاشت في بروكلين، وتبدأ المضايقة لسوريا من المطار، وده لان ملامحها عربية وبرغم انها معاها الباسبور بتاعها الامريكي، وبيحققوا معاها ويسألوها كتير عن اهلها والمكان اللي كانت عايشة فيه، وبيرجع ضابط الامن بيسألها نفس الاسئلة، فبتتضايق سوريا وبتقول لهم لحد امتى هتفضلوا تعيدوا نفس الاسئلة. وبعدها بيفتشوا الشنطة بتاعتها وبيفتشوا كل هدومها، وبتخرج سوريا من المطار وبتركب عربية رام الله، وبتبقى مبسوطة لما بتشوف اجواء المدينة، وبعدها بتتصل بصاحبتها اللي هتقعد عندها، وبيروحوا المطعم سوا، وبيسألها واحد عن سبب رجوعها لفلسطين، فبتقول له سوريا انها بلدها وليها حق العودة، وانها لقيتها فرصة ورجعت. فبيتريق الراجل اللي قاعد معاهم على كلام سوريا، وبيقول لها مين اللي عايز يرجع للبلد دي، فبتقول له سوريا ان في ناس كتير عايزة ترجع بلدها، وان اي بلد بره مش افضل ليها ولا حاجة. وبتلاحظ سوريا الجرسون وبيكون مركز معاها وبتبص له، وتاني يوم بتروح البنك عشان تاخد فلوس جدها اللي كان سايبها في البنك قبل التهجير والنكبة. وبتتفاجئ سوريا لما مدير البنك بيقول لها ان الحساب اتلغى بسبب مرور وقت كبير، وده كان قبل النكبة، وان كل حاجة ضاعت دلوقتي. فبتقول له سوريا بس البنك لسه موجود، فبيقول لها انها ممكن تكلم المدير العام بعد ما يرجع. وبعدها بتدور سوريا على بيت تقعد فيه، لكن بيكون سعره غالي جدا، فبتقعد في شقة رخيصة، وبتروح تاني يوم للمدير العام، لكنه بيكرر ليها نفس الكلام، وان فلوس جدها راحت، وانه ما بقاش في حاجة تقدر تعملها، وده لان الحساب اتلغى من زمان جدا. فبتخرج سوريا متعصبة. اول ما بتخرج من البنك بتخبط في عربية، وبتلاقي السواق هو نفسه الجرسون اللي كان في المطعم، فبتسأله عن المكان اللي هيروحه، فبيقول لها ان هيجيب ابن اخوه من المدرسة، وبتركب سوريا معاه وبتطلب منه انه ياخدها معاه، وبيقول لها ان اسمه عماد وانه كان عايش في رام الله. فبتقول له سوريا انها عايزة تشتغل معاه في المطعم، فبيضحك عماد وبيطلب منها انها تكلم المدير. وبعدها بيوصلوا المدرسة وبياخد عماد ابن اخوه، ولما بيرجع البيت بترفض سوريا انها تنزل وتدخل بيتهم، وبتقول له انها تستناه في العربية، لكن ام عماد بتشوفها وبتروح لها وتقول لها انها لازم تدخل وتاخد واجب الضيافة، وبتاخدها معاها وبتدخل البيت. وبتسألها والدة عماد عن بلدها، فبتقول لها انها من الاصل من يافا، لكن هم تهجروا وراحوا لبنان، وبعدها سافروا لامريكا. وبعدين بتخرج سوريا هي وعماد، وبيقول لها انه مش هيقدر يبعد اكتر من كده، وبيقعدوا على الجبل وبيوريها بحر يافا، وبيقول لها انه ورا تل ابيب. فبتقول له سوريا ان جدها كان بيعوم في البحر ده كل يوم الصبح، وبتفتكر سوريا كل اللي جدها كان بيعمله او كان بيحكوه لها. فبيستغرب عماد وبيعرفها ان كل حاجه هناك متغيره عن وقت ما كان جدها هناك او لما كانوا عايشين هناك، وبيقول لها انه ما راحش عند البحر من 17 سنه، ومالوش تصريح انه يخرج من رام الله. وبيعرفها انه هيسافر لكندا، وان عنده منحه وكل حاجه مدفوعه، لكنه مستني الموافقه على الفيزا، وساعتها مش هيشوف ولا عسكري تاني. ولما بيرجعوا بيقابلوا دورية في الطريق، واللي بيطلبوا من عماد انه ينزل من العربية ويقلع القميص بتاعه، فبيقول لهم ان مع واحدة، لكنهم بيصروا ان يقلع هدومه كلها. فبيطمن عماد سوريا وبيطلب منها انها ما تخافش، وبعدها عماد بيشتمهم وبيرجع للعربية، وبيروح عماد عند اصحابه وبياخد سوريا معاه، اللي بتقرر تروح تاني يوم بتقدم على الجنسية الفلسطينية، لكنها مش بتعرف بسبب ان في اتفاقيات مع اسرائيل بتمنع اي فلسطيني اللي هاجروا قبل النكبة انهم ياخدوا الجنسية. وبتوري له سوريا الاوراق وبتقول له ان جدها ووالدها فلسطينيين، وبتسأل مدير الجوازات ازاي الاحتلال هو اللي يحدد اذا كانت فلسطينية او لا. فبيقول لها المدير ان هو ده الوضع اللي كل فلسطيني بيعيشه، وبيطلب منها انها تحافظ على الباسبور الامريكي اللي معاها. فبتتضايق سوريا وبتقابل عماد وبتقول له ان كان ليهم حياتهم في فلسطين، لكن الاحتلال سرقها منهم. لكن عماد بيسألها عن المسافة بين كندا وبين نيويورك، فبتقول له سوريا ان طول عمرها بتحلم انها ترجع لفلسطين وانها مش ناوية تسيبها. فبيقول لها عماد ان عمر الاحتلال ما هيديها الجنسية، وانها تفضل مجرد سايحة تزور البلد فترة وتمشي. بتتعصب سوريا وبتزعق لعماد وبتقول له انها مش اجنبية وانها فلسطينية، وان دي بلدها وليها حق الرجوع اي وقت. وبتسيبه سوريا وبتمشي، وبعدها بيخبط باب بيتها وبتلاقي قدامها هدية قفص برتقان، وبتتبسط لما بتلاقي برتقانة مكتوب عليها كلمة آسف. وبتضطر سوريا انها
تسيب البيت اللي كانت قاعدة فيه بسبب الفلوس، وبتروح لبيت عماد صاحبها اللي بيوافق انهم يسرقوا البنك وياخدوا فلوس جدها وبعدها يستخبوا في القدس. وبتشتغل سوريا بعد كده في المطعم اللي عماد بيشتغل فيه، لكنهم بيتخانقوا مع المدير بسبب مسؤول اسرائيلي بيجي عندهم المطعم وبيطردهم المدير من المطعم. وبعدين بيجي لعماد خبر رفض الفيزا بتاعته اللي بتكون دي المرة الرابعة اللي بتترفض فيها، وبيحزن عماد وبتعرض عليه سوريا انهم يحاولوا تاني، لكن عماد بيرفض وبيقول لها انه مش هيجرب تاني. وبتوافق سوريا انهم يسرقوا البنك مع بعض، لكن بشرط ان السلاح ما يكونش فيه رصاص. فبيستغرب صاحب عماد وبيعرفها انها ما تعرفش حاجة عن وضع البلد، لكن سوريا بتصمم على رأيها وبيوافقها عماد. وبعدها بتروح سوريا لتل أبيب وبيضايقها موظف الامن وبيقول لها ان الفيزا بتاعتها خلصت رغم ان لسه في هواء. وبتتضايق اكتر سوريا لما بتشوف الجدران العازلة والاسلاك الشائكة طول الطريق. وبيرفض الامن انها تدخل تل أبيب، وبعدها بتجهز نفسها وبتروح البنك هي وعماد وبتبقى منتقبة. وبيستناها صاحبهم بره وبتطلب سوريا من الموظف انه يحط لها 15,000 دولار بتوع جدها في الشنطة والا هتخلي زميلها يضرب عليهم نار. فبيخاف الموظف وفورا بيعد الفلوس وبيحطها في الشنطة. وبتكون مبسوطة انها خدت حقها وبتاخد الفلوس وبتهرب هي وعماد بسرعة. وبعدها بيدفنوا الفلوس في مكان آمن وبيغيروا لبسهم وبيلبسوا لبس اليهود علشان يقدروا يعضوا من الضباط. وبتتبسط سوريا جدا وبتمسك ايد عماد وبيقدروا انهم يدخلوا يافا. وبتكون مبسوطة سوريا وهي ماشية في الشوارع وبياكلوا برتقان من الشجرة. وبعدها بتفرق سوريا الفلوس عليهم، فبيرفض عماد انه ياخدهم وبيقول لها ان الفلوس دي بتاعتها، لكن سوريا بتصمم وبتقول لهم لولاهم ما كانتش هتاخد الفلوس دي، بس بتكون خايفة ان السلطات الفلسطينية تبلغ السلطة الإسرائيلية. فبيقول لها عماد ان مفيش اتصالات بينهم وانه مش هيرجع. وبعدها بياخدها ويروح البحر. وبيتأثر عماد جدا اول لما بيشوف البحر وبيشيل سوريا وبينزلوا البحر سوا وبيستمتع جدا وبيسمع صوت الامواج. لكن سوريا بيصعب عليها نفسها لما بتشوف البحر وبتقول لعماد انها بتكرهه. وبعدها بتروح لبيت جدها وبتبقى قلقانة جدا قبل ما تدخل، لكن عماد بيطلب منها ما تخافش وتطمن. وبيخبط على الباب وبتفتح ليه صاحبة البيت، فبيسألها انها كانت عارفة مين هم اصحاب البيت، فبتقول له ان البيت ده بتاعها. فبيقول لها ان البيت ده بتاع سوريا قبل ما يبقى بيتها. وبتدخلهم صاحبة البيت وبتفضل سوريا تتفرج على البيت وهي حزينة. وبتسأل عن العفش وبتقول لها ان صاحبة البيت انها ما تعرفش عنه حاجة، هي خدت البيت بالشكل ده. فبتنهار سوريا وبعدها بتمشي في المدينة مع عماد وبتشوف الاماكن اللي اتهدمت. وبتقوم في الصبح زي جدها وتروح البحر. واول ما بترجع البيت بتاخد الفرشة وبتحطها في شنطتها. وبتصحى من النوم على صوت مروان وهو بيتكلم مع صاحبة البيت. وبتسأله سوريا عن عماد فبيقول لها انه بيعوم في البحر. وبعدها بيتكلم مروان مع سوريا وبيقول لها لو انت حابة البيت والمدينة ممكن تتكلمي مع صاحبة البيت وتعرضي عليها تقعدي معاها. لكن سوريا بتتعصب عليه وبتقول له ان البيت ده بتاعها وبتاع عيلتها وانكم سرقتوه مننا. فبتقول لها صاحبة البيت ان ده كان زمان، بس سوريا بتزعق معاها وبتزعق لها وبتقول لها ان ده بيتها وان هي لو اعترفت انها سرقته منها ممكن تقدر ترجعه وتقعد فيه كمان. فبتقول لها صاحبة البيت ان جدها هو اللي ساب بيته وباعه ومشي. فبتقول لها سوريا انهم اجبروهم على كده وبتفضل تزعق لها وبتطلب منها صاحبة البيت انها تخرج بره. وبتقول لها صاحبة البيت انها اعتبرتها ضيفة وقعدتها في بيتها. فبترد عليها سوريا ان ده احتلال ويجي عماد وبيلم حاجتهم ويسأل سوريا عن حالتها وقالت له انها مش كويسة. لكن عماد بيهزر معاها ويقدر يضحكها وبيقول لها ان هم هيروحوا يتفرجوا على بلدهم. وبتسأل سوريا واحد عن مدينة الدوايمة لكن ما بيكونش عارف عنها حاجة. وبيقابل عماد صاحب ابوه بالصدفة وبيعرفوا ان المدينة اتغير اسمها وبيوصف لهم مكانها بالظبط. وبتزعل سوريا لما بتوصل المكان بتلاقي كل الاماكن اللي فيها مهدومة ومتدمرة بالرغم من انها اماكن اثرية. وبعدها بيقرروا يباتوا هنا وبيلاقوا مكان بيوضبوه علشان يناموا. وبتصحى سوريا على صوت عماد وهو بيغني البحر بيضحك ليه للشيخ امام. وبعدها بتخرج سوريا وعماد علشان يشتروا حاجات وفجأة بتشوف ظابط واقف مع عماد وبتروح بسرعة قبل ما يتكلم معاه وبتتكلم عبري مع عماد علشان تفهم الظابط انهم اسرائيليين. وبيصدقها الظابط وبيمشي، لكن عماد بيتضايق لانها بتعرض نفسها للخطر وبيطلب منها ما تعملش كده تاني. فبتوافق سوريا وبيروحوا المطعم علشان يفطروا. وبيرتبك عماد لما بيسألوا صاحب المطعم لو كان يعرفه لانه حاسس انه شافه قبل كده في رام الله. وبينكر عماد وبيقول له ان عنده قرايب من هناك. وبعدها بيرجعوا للمكان اللي قاعدين فيه وبتتكلم سوريا عن حلمها انها تخلف بنت وتربيها في فلسطين على العزة
الكرامة. وتاني يوم بتصحى سوريا مخضوضة بسبب ان في واحد بيصحيهم وبيقول لهم انهم ما ينفعش يباتوا في الاماكن دي لانها اثرية، فبتعرفوا سوريا انهم ما كانوش يعرفوا وبتكذب عليه وبتقول له انهم يهود. والمدرس بيكون سعيد جدا وبيعرفهم على الطلاب بتوعه وبيقول لها انه هنا بيعرفهم على التاريخ، فبتزعل سوريا وبعدين بيلموا حاجاتهم وبيمشوا وبتدخل مطعم عشان تشتري حاجة، لكنها بتترعب لما بتشوف ضباط اسرائيليين موقفين عماد وبتحاول تنقذه وبتتكلم عبري مع الضابط لكنهم مش بيصدقوها وبيعرفوا ان عماد عربي وبيمسكوه بالعافية وبيدخلوه العربية وبيقبضوا عليه وبتنهار سوريا وبتفضل تنادي عليه. وبعدها بيوصلها الضابط للمطار وبيشوف الجواز بتاعها وبيسألها عن بلدها فبتقول له انها من فلسطين، فبيسألها موجودة من امتى فبتقول له سوريا انها من يافا وانها اتولدت فيها. وبيستغرب الضابط لما بتقول له ان الباسبور الفلسطيني بتاعها في ايده، فبيقول لها انه مكتوب فيه انك من امريكا، فبتضحك عليه سوريا وبتفتح الشنطة بتاعتها زي ما طلب منها علشان يفتشها. وبعدها بتدخل المطار وبتسافر. وبكده يكون خلص فيلمنا النهاردة، ونشوفكم في فيلم جديد. اتمنى منكم تعملوا اشتراك في القناة ولايك وكومنت.